انا نسكن في تمراست، عندي اكبر منجم لدرجه ان احتياطي الجزائر اللي واصل ل 173 طن راهو كامل جاي من تمراست. انا عايش في تمراست، الذهب كامل يخرج من تحتي، والمواد النادره والبترول يخرج من تحتي، ونبات انا 3 ايام في ستاسيون باش ندير البلان تاع مازوط في دوله تصدر المازوط. بالله عليك لا 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 لا, لا ما تمرنش مغالطه دريس سي محمد. انت لو شفت تمرس اقسم بالله ما تخصم ولا حاجه، روح الاليزي والله ما تخصم حاجه، ترجانات والله ما تخصم حاجه، التجمعات الكبرى. لا اخويا لا 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 ما نكذبوش يعني، ما نكذبوش. المناطق تاع الجنوب الجزائري مخصوصه بزاف. ماهيش مخصوصه والله، ما هي مخصوصه. والله الشعب يعاني، الناس تعاني. 5 كيلو والله 5 كيلو داير باش تسنى تعمر ليسونس اللي ماكش راح تعمروا واحد طواجر، ولا واش راح تعمر هاد الفوضى والمشاكل. لا حول ولا قوة الا بالله. الغازوال مشاكل. هذا يا خويا انا نزيدك فيديو اخر مثلا. شو هذا اش غيقول؟ اسمع اش غيقول هذا. تبع غير باش تسمع هادو. اسمع هذا. تعرف واش غيدني في لاشين هذه؟ اقسم بالله العظيم لا الشين هذه واش غيدني فيها. تعرف واش غيدني في لاشين هذه؟ هادو الناس شفتوهم، هادو الناس اقسم بالله الا غايديني. تعرفوا علاه غايديني 2000 كيلومتر. هادو الشينيات يقطع 2000 كيلومتر مع الطريق ديك الخاسره مكسره السخانه. يجي التمرس يقول له شيء تاع يومين تزيد 2000 كيلومتر. علاه انا ندير لاشين على مده 3 ايام باش ندير البلان تاع مازوط في دوله جزائريه. خليني برك كمل مغالطات الفيديوهات هذه قلت لك خطره كي نطلع معاك ما تجيبليش الفيديوهات هذه يرحم والديك. برك كون نجيب لك تاع مطيشه وتاع شوف التيفي اقسم بالله غير تبكي الدم على واش راه صاري في المغرب. خلينا هذا تاع انسان مواطن ما على باليش ما عجبوش الحال يصور فيديو ويبدا يشكي. الحقيقه ماشي هذه هي. كيف احنا 600 مليون برميل يوميا نستاهل. شو تقول لي انت ما كانش بترول والغاز في بلاد الغاز والجزائر؟ برك انا يا اخي الكريم وين راهي تروح هذه 600 الف برميل هذه؟ وين راهي تروح؟ وين راهي تروح؟ ياك هادو مواطنين جزائريين ماشي ذكاء اصطناعي. مواطنين جزائريين. ما تضحك لي ما تضحك ما تخلي ما شوف ما تبروتناش يا ادريس. المغالطات نتاعك نعرفك مليح. انت تروح لواحد النقاط هكذا سلبيه تجيب لي فيديو ما على باليش شكون اللي قالوا ما عنده حتى مصداقيه وتجي تحب تمر المغالطه. انا نجيب لك انا تاع مطيشه فيديو تاع مطيشه وتاع شوف تيفي اقسم بالله العظيم يا المعاناه اللي عندنا احنا في الجزائر. ما لازم تكون عندنا عقده خويا الجزائر. ما عندناش عقده والله ما عندنا عقده. تكون عندنا عقده. المغاربه نعم عندهم مشاكل. ما عندناش عقده. المغربيين ما نكرنا مشاكل عندنا ما نكرناهاش. حنا ما نكروش. عندنا راك تصور لي بلي المغرب تاعك ما نكرش. قال لك نعم عندنا مشاكل تاع المانيا. هذا هو المنطق تاعك. لا المنطق تاعك راه المغرب خير من سويسرا. لسنا بدوله. احنا ماشي سويسرا لافريك. احنا المشاكل اللي راهم عندنا مشاكل. هاو عندنا نقص في الاضاحي راهو بان على مستوى الاسواق اليوم لدرجه ما كانش ما تقدرش تنكروا. وعلاه تتنكر بانه عندك ازمه في تمراس الناس راهي مانيش ننكر. هذه ممكن صراع انقطاع طوبورير. انتم صورتوا على انه يومي. هذا يومي واش راه يصرى. انا نقول لك كل محطات الوقود متوفره على الوقود 600. انا نقول لك 600 مليون برميل يوميا استهلاك الداخلي. وين راهي تروح هذه؟ سبحان الله. تضحك هذا هو الرقم الحقيقي وعلى بالك به. تعرف الانتاج نتاعنا 1 مليون يوميا. 1 مليون. تصدر 600 وتستهلك 400. اسمع لا نصدر 400 ونستهلك 600. اسمع لازمك تفهم حاجه. الجزائر عبر اهتمامها بمساله الصحراء الغربيه خسرت اموال كثيره. شحال الاموال اللي خسرناها؟ تقدر تعطيني الرقم؟ انا نعطيك رقم. يرسد المايك اعطيني والله ما نزيد معاك 3 دقائق ونهبط. صاي بارك عليا انا حبست. شوف الجزائر كي يخرج لك وزير يقول لك رانا محينا ديون 1500
مليون ديال الاورو على دول افريقيه، وانت مازال عندك ازمه تاع بنوات ومازال ما عندكش لوطو. انا اول مره في حياتي نسمع دوله مازال تمشى بماروتي ما عندوش رويده تاع ماروتي. ماروتي على بالك هاد سوزوكي ما تاكزيجيش كاع في العالم، مازال غير في الجزائر. تخيل انه درجه انه فيديو كان دوزو رائد البارح وراني كنت سمعته، الناس راهي واحد اسمعي ماريا هذه راح تحبس لك كاع دماغك. واحد جزائري كانت غرقت له السياره تاعو في الوحل، يعني الغيس هبطت له في الغيس، هو تذكرها واش دار؟ دا جوج تاع الناس وراح حفر عليها وجبدها من الغيس ونيطوياها وصوب ليها روع رواد باش يبيعها. تخيل تير بوا الفقد اللي وصلت ليه الجزائر، السوق الجزائر، ان واحد يروح يبحث على طوموبيلته غرقت له في الغيس وجبدها. والله العلي العظيم الى اكزيكتومون كاينه. يعني شوف، احنا ماناش نجيبوا غير الامور السيئه، المغرب فيه امور، امريكان وعندها امور سلبيه، لكن الكارثه الكبيره هو ان الجزائر في عوض ان تولي اهتمام ببناء شبكة طرق وباش انها تقلب على رفاهية الشعب وباش تقلب على انتاج وتبني اقتصاد مهيكل وتخرج من تلك التبعية. انا نعطيك مثال كانوا قالوه احد الاقتصاديين، كيقولوا بان المحروقات هي تكون وسيلة انك دير لا ديفيرسيتي في ليكونومي ديالك وتخرج من التبعية، او تصبح نقمة كما حدث في فنزويلا يحدث الآن في الجزائر. تقدر تنكر التقرير اللي خرج به صندوق النقد الدولي وقال بأن نسبة المديونية تاع الجزائر في 2030 راح تستهلك 82% من البي بي نتاعك، بمعنى اللي وصلته مصر الآن راهي واصلة 84 راح توصل ليها أنت، بمعنى أنه اللي غتنتجو في العام كامل يديه لك الدين الداخلي الجزائري. يعني الامور راهي كارثيه، وصندوق النقد الدولي اخرج اول بطاقه حمراء في اتجاه الاقتصاد الجزائري. يا تصلحوا تسقموا رواحكم يا الامور ستصبح اخطر مما يقع. علاش؟ لانه من بعد هذه الازمه ديال مضيق هرمز راح تهبط اسعار ديال البترول بشكل مهول، وبالتالي انت ما نجحتيش انك تبني اقتصاد خارج تبعيه للمحروقات. اذا منين انت في اخبارك بانه في 2026 راك عندك عجز في الميزانيه في الموازنه وصل 70 مليار تاع الدولار، يعني الدوله سنات على شيك على بياض ما اكزيستيش الفلوس. 70 مليار يا استاذي، انت مازال ما عندكش. وهاد الاموال راك واصل ل 130 مليار دين داخلي. هذا الدين شكون يخلصوا اخت ماريا؟ تخلصوا الاجيال القادمه، سوى ذنبها الوحيده ان سي الجيريان كلاها اون 2026. هي كارثه. انت كيفاش راح انا نعطيك مثال، في اخبارك بانك 2017 درتي القانون ديال الماده 48 مكرر اللي هي البنك المركزي تعطيه الخزينه العامه باش يطبع عليها اموال، او تسمى الكونفونسيونيل نون كونفونسيونيل، او التمويل غير التقليدي وطباعه الاموال. على بالك شحال طبعت 4000 مليار دينار جزائري من 2017 لدابا، مازال ما خلصش منها سنتيم. يعني انت اقتصادك عاجز على سداد الدين، اوتوماتيكمون راح توصل للحيط. اسمح لي بارك الله حقيقه بارك الله. لكن هذا اللي كاين. انا نخليك اختي ماريا الجزائريه قبل ما تهبط اعطيني قد صرفنا على البوليساريو العدد، اعطيني قد صرفنا على البوليساريو. والله العدد يقدر يتجاوز 600 مليار، يعني نصف تريليون دولار. بارك الله فيك. ونشوفوا نص تريليون دولار، ونشوفوا الاخوه الصحراويين ساكنين في القياطن. شوف التناقض، باك 600 مليار دولار الفلوس راك عطيتوها على شكل رشوه، ما عطيتوهاش للبوليساريو. لا تبني قصور بالذهب 600 مليار دولار. وي روح اوكي داكور. ذكر رد عليك قضيه واسمه عاد جاني السيدي تلمون دخلني من موضوع تشعبني في المواضيع. قضيه الدين الداخلي، انا يا اخي الدين الداخلي والله ما يخوفني، لاني عندي احتياطي الذهب، ولما البنك او اسمه الخزينه العموميه تطلب من البنك المركزي يطبع لها النقود، عندي احتياطي الذهب يقدر الاول في اسمه الاول في افريقيا يقدر ب 173.62 طن. هذه الحاجه الاولى. عندي احتياطي الصرف يقدر الان ما بين 72 حتى 80 مليار او ما يديباسيش حتى 30 مليار. والله ما يديباسيش الارقام الحقيقيه هذه. شوف كي نجيسك نبدا نكلاشي فيك تبدا تهرب. نعرف والله تدريس. ما في 30 مليار عندك احتياطي صرف. والله ما في العظيم، والله نقول لك اقسم بالله العظيم رقم كما نقول لك حقيقي.
من عند مصادر كما نقول لك موثوقه. راه الان في اللحظه هذه 72 مليار دولار قادر يوصل نهايه السنه 80 مليار دولار احتياطي الصرف. عندك 72 مليار وما حالش لامبورطاسيون ديال لي فواتير وما حالش لامبورطاسيون. انا ما نحلش لامبورطاسيون. هو بالعقل انا ما قطعتكش، خليني نكمل. عندك 72 مليار وما قادرش تجيب بنوه. 72 مليار احتياطي. لا اسمع ما تدخلناش في البنو. انا كنا نحبوا نجيبوا دوكا غدوه صباح بابور، نجيب بابور نغرق السوق. بصح السياسه تاع الجزائر كانت قداه واسمو الواردات نتاعها 60 مليار، الان قداه راهي 23 مليار. احسب قداه 35 مليار. هذه قريت التعليمه، قريت لا بلاتي، قريتي التعليمه الاخرى ديال البنك المركزي الجزائري ولا ما قريتهاش؟ واش من تعليمه؟ كاين كل يوم تقريبا التعليمه اللي تخص التوطين البنكي ديال الجزائريين، بمعنى انك ما عندكش الحق دير لامبورطاسيون لاي سلعه صوف كو يكون عندك الفلوس ديرها ديبوزي الفلوس تاعك في الكونت، وما عندكش الحق، اسمع، ما عندكش الحق انك تشري سلعه اكثر من الريزيرف اللي عندك انت الشخصي. ونزيدك حاجه اخرى، البنك المركزي الجزائري خرج بتعليمه الشهر اللي فات قال لك انا نسيبورتي ليك 50% وتجي تقول لي انت عندك الريزيرف ديالك. لا كاينه والله كاينه، اقسم بالله. هذه كما نقول لك تعليمه تنظيميه للاستيراد، لانه كاين فيه واسمه كما تضخيم الفواتير، فيها امور اخرى البنك المركزي تصدى لهم، لانه كاين في وقت العصابه كان تهريب وتضخيم الفواتير وتهريب الاموال. الان اللي عندك لو ستوك نتاعك اللي ريزيرف راك ديكلاري في الدوبي لاني كونطابل بريمي جونفي ديكلاري واش عندك كامل. يكون في علمك هذه توصل. اسمع المتعاملين، اسمع تنظيميه. لا شوف المتعاملين الاقتصاديين، وهذه رساله اليوم اذا راهم متبعين هذا اللايف، والله العلي العظيم ستصل المرحله انه ما تبقاش عندك الحق تامبورتي ولا حاجه. راهي تسيير. انا متعامل اقتصادي. انا راني واحد متعامل اقتصادي. وجد روحك والله ما تجيب امبورتي في والله ما اثرت عليا. او كونترير زاد حلت لي الباب دوكا تنحاو هذوك اللي كيما نقول لك لي فرودور. واش تستورد انت الاخ؟ واش تستورد؟ ما تهمكش. المهم كاين مواد نستوردهم. ماشي انت متعامل. اصبر انت متعامل اقتصادي وما قاريش كاع التعليمه الاخرى على التوطين البنكي. لا قصدك نعرفك تهرب لي دوك. شوف كي حور لك الموضوع، خليك مني انا، خليك من الشخص انا. انت متعامل اقتصادي، خليك من الشخص انا. شوف كي نوجعك نعرفك مليح كي نوجعك وكي نديسك نحط صبعي على الجرح تبدا تهرب لي. ما خليك من الشخص انا واش نكون. لا خليك واش نكون انا. انت اللي عرفت على نفسك كمتعامل اقتصادي كواحد. خليك مني انا. انت متعامل اقتصادي وما عندكش تعليم على التوطين البنكي. خلينا في الموضوع يا اخي كريم، خليني نرد عليك. لما تقول لي بنوات وما على باليش ماريتي، انت كملت 2026 مازلت تمشي واسمو الكاليطه هذيك والله ما على باليش. انا في 2026 وي. ها روحي للمغرب. حنا يا ماريا انت الجزائريه بنت معسكر، ومن وقتها تنحات حنا الكاليطه هذيك والله اللي بالاحمر من الجزائر من السبعينات. والله ما تسعى اللي تمشي بالحمار هذيك مساتهم ما عندهم في الروسات كاين ما زالت كاينه في بعض المناطق النائيه بصح انت لما تروح في الدواوير يعني في الدواوير المناطق النائيه الجبل. شوف المناطق الجبليه في كل دوله، مثلا في ايطاليا في اليونان ما زالوا يستعملوا الحيوانات باسكو الطوموبيل السياره ما تطلعش. اخي فقط لسبب بسيط انهم كاش طرق تاع السيارات، هذا ما كان. لا هذيك راني معاك في المناطق النائيه في الريف والله هذا. بصح انت سمعيني انت في معسكر كيف ما شفتيها من وقتها شفتيها. نتحداك انت بنت معسكر. اللي في اخر مره كنت في الجزائر شفت الناس مازالوا يتمشوا يعني في بعض المناطق في المعسكر في لي فيلاج في المناطق الجبليه. لا ماشي الجبليه، يعني هي مناطق نائيه خليني نقول. في المناطق النائيه بصح في وسط المدينه والمدن كما نقول لك البلديات واسمهم التجمعات السكنيه. كاين اللي يبيعوا خويا انا شفتهم اللي يبيعوا الخضره. وين في المناطق الجبليه هذيك؟ لا عندنا مثلا في سيك كانوا ناس يبيعوا الخضار، يجيب الحمار ويحط الكروسه تاعو حاط الخضره من اللور. اصبر الجيريا اسيدي نصدق. حنا مازال في الرباط العاصمه نتمشاو
بالكراول. لا لا اعطيني انت يا بلاتي انا اعطيني دوله مازال تخيط البنوات كيما الجزائر. داكشي الفكره اللي قاعدين نديرو حنا فيها. الله يبارك الله يبارك. دوك نجاوبك ما تقاطعنيش. لا لا ما حيجي غير في الماراثون. شفتو 10,000 مره الفيديو هذا. اولا كي تقول لي انت الكروينه راه مزات عندك في الرباط، مزات عندك في واسمو في كازا، حي الرياض مازال تمشى الرويضه الكراول. واه اكزاكت. كروينه مزات عندك. والكروينه مش كان هكذا واحد عنده واحد في الألف ولا واحد في المليون. كل الشعب يتنقل، وسائل النقل عندك في المغرب. اصبر هات اسمع هذا مواطن جزائري عنده ام مريضه باغي يديها يدير لها اوبيراسيون هزه في تراكسون. الموضوع تاع الفنوات يا خلي من دوار ولاد مريم. يا اخي كريم غادي ندخل جماعه، غادي ندخل استاذ ادريس. انا عندي الام تاعي استاذ ادريس شوف باسكو اعتقد انه الحوار ده راح لواحد التفاصيل انا ما راحش والله ما راح غريبه جدا. كنا نهضروا على تصنيف المغرب في المرتبه الاولى فيما يتعلق بالصناعه في افريقيا. دخلنا في تفاصيل كوميم. دروك انا السؤال اللي غادي نوجه لك ويمكن استاذ ادريس تاني يوجه لك، علاش في رايك الجزائر لم تصنف رائده في الصناعه في افريقيا؟ اوكي بارك الله فيك. اولا النظام الاقتصادي نتاعنا احنا مبني على الاستغلال، الشراكه بالاستغلال، يعني الاصول تاع اي شركه ولا استثمار يكون ملك للدوله الجزائريه. يعني انت ما تجيش تشاركني في رزقي، انا ندير معاك عقد شراكه استغلال، نديروا شركه نأسسوا شركه مناصفه، الربح نقسموه مع بعض، ولكن الاصول تقعد جزائريه. ما تفهمناش معاك يا سي محمد، تدي التعويض نتاعك وتروح وتقعد شركه جزائريه. هذا ما حدث في مثلا في شركه رونو. شركه رونو جات اتفقنا احنا بيكون منا على 10 سنين طو دانتيغراسيون 60% وتجيب لي لا تكنولوجي. انت خالفت الوعد، هز باجاجك سي محمد وروح تشوف اللوزين يقعد جزائري الان، المصنع جزائري قاعد للجزائري ملك للدوله الجزائريه. هذا هو الشيء اللي ما خلاش الان يصعب الشركات هذه. شركات تجي تربح تحب تربح 100%، ما تدي والو تعطيك 6% كما راهي دايره رونو في المغرب، عطاتهم 6% ما با 1 مليار واسمه 1 مليار دورو، بصح هي دات 16 مليار دورو 16. ولهنا شكون المستفاد؟ انا علاه نجيب لك رزقي انا وعندك امتيازات مثلا الطاقه تقريبا بسعر رمزي. هذه السياسه اللي خلفنا متاخرين على حساب لا انا ما السياسه ما تخلينيش انا تجي نعطيك انت تدي 16 مليار وانا ندي 1 مليار وكلش الارض نتاعي واليد العامله نتاعي. خليهم يدوا لا ما يجيش سي محمد، مانيش انا نجيو ونديرو تعقب لي لا تكنولوجي وي داكور كيما نقول لك الند للند داكور، بصح باه تجي تدي انت 16 مليار وانا ندي 1 مليار والارض نتاعي وكلش نتاعي نو سي محمد، هذه ما نقبلهاش، هذه مش شراكه، هذه عجيب انت والله هذه استعماري، هذه استعمار. لما نروح النقطة هذه ونحبس. السي ادريس قال لك ما عندكمش اليد العاملة والمؤهلة والكاليفي. يا أخي الكريم لما نقارن عدد الجامعات في الجزائر تقدر قداه 60 جامعة، عدد الطلبة يقدر 2 مليون طالب جامعي. بالنسبة لك في المغرب أنت ما تجاوز 6 جامعات بلاك 45 واسمه مدرسة عليا بلا المعاهد. راكي تعرفيهم تاع بومرداس هذوك يا ماريا لينا داك ولا ذاك المعاهد هذيك العليا كامله. باه يكون في علمك انت قد عندك عدد الطلبه سي محمد وراه هي العامله. انا خرج في العام تقريبا واسمه 600 400 طالب انجينير كل عام. صح شوف انا نجاوبك على هذه النقطه. باش يختم استاذ ادريس انا نهبط. شوف من فضلك الرئيس الفرنسي في اخر لقاء في الملتقى الافريقي اشاد بالتعليم المغربي وقال اصبح رائدا في افريقيا، لدرجه ان الليسي تكنيك في فرنسا حينما تتقدم اليها الطلبه الافريقيين نحتلوا، اسمع مزيان، اكثر من 96% لي بوست في لا فرنسا كامله يديوها كل ماروكان.